الغاليين أهل مصر، أهلا بيكم في حلقتنا النهارده. بقرا مقالة قديمة كده للكاتب والأديب فكري أباظة، نشرت سنة 1930. كان بيتكلم فيها عن تدني الأخلاق في الشارع المصري وظهور ظاهرة التحرش. وبيقول إيه؟ بمنتهى البساطة إن وجدنا في ظاهرة للتحرش في شوارع مصر. الشاب النهارده بيجي في محطة الترام، بدل ما يقف في المكان المخصص للرجال بيقف في المكان المخصص للسيدات. وما تيجي السيدة تقف قدامه يجي جنبها كده يقول لها بونسوار يا هانم. الأديب فكري أباظة بيتكلم عن ظاهرة التحرش. الشاب بيقول للمدام اللي واقفة أو للسيدة اللي واقفة بونسوار يا هانم، وده بيدل على تدني الأخلاق في 1930. فما بالك لما وصلنا إليه الآن. أنا بقول إن شبابنا معذور ليه؟ لأن إحنا كان زمان أيام ما الكاتب فكري أباظة كتب المقال بتاعه كان المثل الأعلى للشباب سعد زغلول ومصطفى كامل وقبلهم أحمد عرابي. كان في رجال وكان الشباب بيهتدي بالرجال، وكان هم دول المثل الأعلى والأسطورة الحقيقية. إنما النهاردة للأسف بقت النجومية والشهرة لا تعتمد على العلم ولا الثقافة، ودي كارثة. النهاردة بقى النجم المشهور هو الفنان أو المغني أو لاعب الكرة اللي بياخدوا الملايين. هم دول النهاردة بالنسبة لشبابنا المثل الأعلى والقدوة. طيب الناس دي ذاكرت ايه؟ اتعلمت ايه؟ اتثقفت في ايه؟ مفيش. ده هي موهبه من عند ربنا، يا صوته حلو بيغني، يا بيعرف يمثل، يا بيعرف يلعب كوره. واختص كره القدم، يعني في اكم من اللعبات الاخرى فيها نجوم، ولكن الاعلام ما بيسلطش عليهم الضوء. طبعا الاعلام هنا عليه عبء كبير جدا، ان هو اللي بيسلط الضوء على من صنع منهم النجوميه. يعني انت النهارده بنقول ان المغني بيطلع يغني الساعه ب 250,000 جنيه. طب الشاب يعني هيسمع لكلام ابوه ما يقول له تعالى ذاكر او تعالى اتعلم عشان تنجح؟ هينجح يعمل ايه؟ النهارده لاعب الكوره بياخد 100 مليون جنيه في السنه، فهو يذاكر يعمل عشان ايه؟ النهارده بقى عندنا مشكله كبيره جدا وشبابنا معذورين، هو تدني الاخلاق في الشارع المصري. وده سببه ان النجوم بتوعنا النهارده غير مؤهلين لا نفسيا ولا ثقافيا، وانا اعي الكلمه نفسيا ولا ثقافيا. النهارده انا بقول ان احنا عشان نحافظ على ما بقي من الجيل بتاعنا ده او الاجيال القادمه لازم نأهل النجوم اللي احنا صنعنا منهم نجوميه، يعني سواء كان لاعب كوره او كان فنان او كان مغني، نأهله نفسيا. وانا اعي كلمه نفسيا، يعني النهارده ما تلاقيش نجم طالع يرمي الفلوس على الناس، ما هو ده غير مؤهل نفسيا ان يبقى معاه فلوس. ولا الاقي واحد جاي يقول انا بستحمى بصابونه ذهب، ما هو ده برضه غير مؤهل نفسيا ان يبقى معاه فلوس. يبقى انا بقول ان احنا لازم نعدهم نفسيا، دي نمره واحد. نمره اتنين نعدهم ثقافيا. النهارده النقابات اللي هي بتطلع تصريح للناس دي تغني وتمثل، واتحادات الكره اللي بتطلع التصريح للناس دي عشان تلعب كوره، ليه النهارده ما تعمل لهمش دورات تاهيليه ثقافيه عشان على الاقل اما يجي مع الاعلاميين بتوعنا قدام الكاميرا يعرف يتكلم؟ على الاقل اما الشاب الصغير اللي عامله مثل اعلى اما يشوفه بيتكلم يعرف ان هو راجل عنده قدر من القصد، او ان هو برضه نال قدر من التعليم عشان كده نجح. انما نسيبها كده الحامل في الباطل، ده كلام يا جماعه ما ينفعش. انا خريج 91، يعني معايا بكالوريوس بقالي 35 سنه، بس بقول ان انا في 2018 اما حصلت على دوره تثقيفيه في اكاديميه ناصر للعلوم العسكريه، دي كانت قلبه نوعيه في حياتي. العلم اللي خدته بين جدران الاكاديميه كليه الدفاع الوطني موضوع تاني خالص. ليه الناس دي ما تتعرضش لدورات تثقيفيه زي كده عشان ااهله؟ حتى لو عمل معاه حديث صحفي في اي استاد خارج مصر ولا اتعمل معاه. النهارده لقينا بعض الفنانين اللي بيطالبوهم بغناء ما شربتش من نيلها بيعيب في نيل مصر لانه ما عندوش درجه الثقافه. احنا عايزين نثقف الجيل اللي طالع ده، وعايزين نعلم ولادنا الوطنيه. علموا اولادكم الوطنيه، علموهم حب مصر، مش كده ولا ايه؟